رئاسة الجمهورية تؤكد أنها استعانت بالعلماء المصريين في وكالة ناسا كالدكتور فاروق الباز والدكتور عصام حجي وغيرهم للعمل على وضع أسس لإنشاء وكالة فضاء مصرية تسمح لمصر بدخول نادي الفضاء العالمي. بس احنا عايزين نعرف ايه هي ناسا دي؟ ناسا وكالة فضاء أمريكية. وكالة فضاء أمريكية. وكالة فضاء أمريكية. هقول لك كفكرة مبدئية كده. كل حاجة تعرفها عنها. أي حاجة. لا ما أنا مش هقعد أحكي لك يعني، أنا مش فاضي. ناسا وكالة. احنا نعرف انها بتودي الحاجات للفضاء بس، وعملوا فيلم انترستيلر عليها بس، هو ده اللي اعرفه عنها. وكالة ناسا دول المفروض ان هم يعني ناس هم اللي بيكتشفوا حاجات في الفضاء وبتاع، كل الاكتشافات الجديدة في الفضاء هم اللي بيبقوا عارفينها، وكل التطورات وبتاع كده يعني. ناسا دي بتاعت الفضاء وبعتت واحد للقمر زي هم ساعات بيفتوا كتير ويقول لك في مذنب هيضرب الارض النهارده وبتاع. يا عم اسمع، في مذنب هيضرب الارض النهارده. قال علماء في ناسا أن كوكبا عملاقا سيصطدم بالأرض بسرعة 38 ألف ميل في الساعة وسيدمرها منهيا الحياة. المهم يعني يقول لك في حاجه هتضرب الارض، ومفيش حاجه بتضرب، وانا مستني لحد دلوقتي بس مفيش حاجه. بيتدخلوا في ان هم يخترقوا انظمه الموبايلات الجديده، بيتدخلوا في ان هم يخترقوا انظمه الموبايلات الجديده. حرامي يا حرامي. يعني هو انا مش متعمق قوي في القرايه عن ناسا يعني، ولكن هم بيصرفوا مبالغ ضخمه جدا على يعني بيعملوا انفستمنت رهيب جدا في الموضوع ده، عشان هم شايفين ان احنا ممكن نوصل لحاجه في الفضاء يكون تاثيرها كبير جدا عندنا هنا على الارض يعني. بقول لك انا هطلع مكاني فوق السحابه واروح اشد بودره، وعموما ناسا بتطلع لي على السحابه. يا فضيحة العلم، يا فضيحة وزارة التربية والتعليم، يا فضيحتك يا مصر. ناسا اختصار لكلمة National Aeronautics and Space Administration، يعني الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء. اتأسست سنة 1957 على إيد الرئيس أيزنهاور الرئيس ال34 لأمريكا. مقر ناسا الرئيسي هو واشنطن دي سي، وهي وكالة مدنية لم ولن تكون وكالة عسكرية. لا والله ما حكم عسكر. بس محتاجين نسأل نفسنا سؤال، هو إيه اللي خلى أمريكا تعمل ناسا أصلاً؟ في الخمسينات كان العالم متقسم دولتين، كل واحدة فيهم عايزة تتعلم على الثانية وتحكم العالم، هم أمريكا والاتحاد السوفيتي. ولما بدأت الدولتين فعلا يحاربوا بعض علميا وتكنولوجيا بعد ما خلصوا عسكريا، جه الاتحاد السوفيتي وراح لطش أمريكا بالقلم على وشها، والإعلان ده كان إن الاتحاد السوفيتي أطلق أول قمر صناعي بشري وهو سبوتنيك 1 سنة 1957. طبعا الإنجاز العظيم ده كان العالم كله منبهر بيه، وكان الناس والإعلام بيتكلموا عن خلاص الاتحاد السوفيتي علم على امريكا وهيحكم العالم، لدرجه ان طبعا امريكا ما كانتش قادره تستحمل الكلام ده، لان كان شعبها واعلامها مقتنع بده فعلا. والكونجرس الامريكي اللي هو زي مجلس الشعب عندنا اجتمع وقال لو امريكا ما انتقمتش من حركه الاتحاد السوفيتي نلاقي محل مكسرات احسن. بعد صدمة سبوتنيك 1 ناسا كان لها حلم واحد، وهي انها تمتلك الفضاء. تمتلك مجموعه من المشاريع اللي عملتها في وقت قياسي، ومن اهمها مشروع ميركوري 1 وهو اصدار اول قمر صناعي امريكي سنه 58. وبالمشروع ده ناسا كانت الاقرب في انها ترسل اول انسان للفضاء. ومن ضمن انجازات نفس المشروع هو ارسال اول مكوك فضائي بسرعه تفوق سرعه الصوت اكس 15، واللي كانت سرعته 7 اضعاف سرعه الصوت. متخيلين 7 اضعاف سرعه الصوت؟ الطلقه دي تبقى بسرعة الصوت. سرعة ايه؟ الصوت. سرعة الصوت يعني تقول مثلا ايه يا بالفضاء كلمة احدي، الطلقة تروح ايه؟ الطلقة تروح طالعة في الاحدي، تروح طالعة فين؟ وسنة 61 قررت ناسا انها ترسل رحلة فضاء فريدم 7 بقيادة ألان بي شابرد، أول رائد فضاء أمريكي خارج كوكب الأرض لمدة 15 دقيقة. ولكن للأمانة يوري جاجارين وهو رائد الفضاء السوفيتي سنة 61 برضه سبق ألان بي شابرد خارج الفضاء. وسنة 62 قررت ناسا انها ترسل الرحلة الثالثة ليها وهي فريندشيب 7، وكانت بقيادة جون جلين اللي قدر يلف حوالين كوكب الأرض لمدة 5 ساعات متتالية. Godspeed, John Glenn. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.
المشاريع اللي ناسا عملتها دي ما نستش امريكا العالم اللي خدته زمان من الاتحاد السوفيتي، جه الوقت انها ترد فعلا بشكل اشرس. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. وفعلا هبط على سطح القمر اول انسان هو الامريكي نيل ارمسترونج، وزميله اللي محدش بيفتكره خالص ادوين الدرن. وده ما كانش بس انتصار لامريكا على الاتحاد السوفيتي، لا ده كان انتصار للبشريه كلها. وزي ما قال نيل ارمسترونج It's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful from here. وبعد رحلة القمر ناسا قدرت انها تحقق حلمها في انها تمتلك الفضاء، واتجهت لاصدار السفن الغير مقبولة بالرواد، واللي منها قدرنا ان احنا نستكشف كوكب بلوتو كاملا. وناسا اصبحت اكبر مركز ابحاث مفتوح بعد كل المشاريع دي، بقت بتعمل ابحاث في كل المجالات الفضائية والارضية، وبتعالج اي مشكلة ممكن تواجهنا في يوم من الايام. بس محتاجين نسأل نفسنا سؤال، هي ناسا بتجيب الفلوس دي منين؟ ناسا ميزانيتها تقريبا نص في المية من ميزانية أمريكا، واللي مش حاسب بالنسبة دي فناسا سنة 2015 خدت من الكونجرس الأمريكي 18 مليار دولار، و 18 مليار دولار ده بيساوي تقريبا ربع ميزانية مصر أو ربع إيرادات مصر سنة 2015. واللي حاسس إن المبلغ ده كبير فناسا بتطالب إن المبلغ ده يزيد عشان عملها يزيد. ونيل تايسون في شهادة ليه في الكونجرس الأمريكي قال لو ميزانية ناسا اتضاعفت بس بلد زي أمريكا دي أمريكا هتتحول من بلد فيها جهل وفقر لدولة بتحلم بغض أفضل. ضمن الاختراعات يمكن هيكشفوا عنه قوات المسلحة قريب، في اختراع وكالة ناسا الأمريكية وصلها بيه خبر وكانت عملت مفاوضات واتصال عليه. مادة بتتحدف أو بتلقى أمام السيارات فبتحول الطرق غير الممهدة إلى طرق ممهدة. دي ظريفة، عايزها في شارعنا دي والنبي. بس هي ممكن هم يستخدموها في استخدامات أخرى في الفضاء، يعني كانوا زي ما بيقولوا كده يسفلت وعلى السيارة بتعدي عليه بسرعة وحاجات زي كده. يا دين النبي ايه الحلاوة دي؟ يعني الروس الأمريكان كده شكلهم امتلكوا الفضاء، هما فين المصريين؟ امبارح العصر حصلت مهزلة الحقيقة في ميدان التحرير، توك توك دخل الميدان مكتوب عليه في الجنب الوحش المصري. سمكة عربولتية، سمكة عربولتية على وش المية، على وش المية. دي فرحة جهنمية، دي فرحة جهنمية، فرحة أنا سمكة. بس الحكومة المصرية عملت لنا مشروع هيدخلنا نادي الفضاء العالمي. على الهواء دلوقتي نقل عن التلفزيون المصري لحظة إطلاق القمر الصناعي، ده شيء الحقيقة محبب جدا جدا جدا، إطلاقه من كازاخستان. كان في قمر صناعي لينا تاه وما حدش لاقي له، يعني مش عارفين نستدل عليه لحد النهارده. قلنا صباح الفل، مفيش فايده. روحوا على هندسة عين شمس، قسم الميكانيكا هناك في هندسة، وتحديدا الشبان اللي بعضهم اتخرج وبعضهم لا زال يدرس في هذا القسم داخل جامعة عين، كلية الهندسة جامعة عين شمس. الولاد قاعدين طالع عينيهم في أبحاث مختلفة وتصميمات وتعديلات على موتورات وما إلى ذلك عشان إنتاج سيارة مصرية.